عشان قسما بالله انا جبت اخري، وحرام اللي انتوا بتعملوه فينا ده افترا، وانتوا كده بتغضبوا ربنا، احنا ناس بتاكل عيش. حرام اللي انتوا بتعملوه فينا. انا قلت للاستاذه بيني وبينك ربنا ثم الناس، دلوقتي اختي طلبت مني كلبين زينه وانا ما كانش عندي، قلت لها هتصرف لك واجيب لك، وفي حد انا اعرفه، قالت لي تمام. رحنا جبنا الكلبين وشافت صورهم قبل ما يتحركوا. بعد ما راحوا للاستاذه قالت انا هاخد واحد بس، وراحت ملبسانا التاني اللي هي مش هتاخده، وانا معرفه ان الحاجه جايبها من حد. فانا عشان خاطر واحده ست ما رضيتش ان انا اتكلم عشان مش متربي على كده، وقالت لي هتعمل لي مشاكل وجوزي هيطلقني ومش عارف ايه. فانا قلت للراجل حاسبها على المواصلات وهات الكلبين وتعالى، فقال لي لا احنا كده هنبقى خسرنا، فايه خساره قريبه ولا مكسب بعيد. قلت له خلاص يا صاحبي، اديها كلب واحد وانا ربنا يخلف عليا بالخير ويعوضني من عوضه الجميل. فانا عايز اقول لك تشاء القدر. انا طبعا عندي حيوانات كتيره جدا، ولذلك انا كان خلاص طلعت اللي عندي، ما صدقت طلعت بامانه، فمش ناقص اجيب حيوانات تانية او عايز هم ورعايه وكلام من ده. هوب، الكلب هو لابسه بارفو زي ما حضراتكم شفتوا، قسما بالله صارف عليها 2000 ونص. هو كله قال لي سيبها تموت يا عم وخلاص وكبر دماغك بدل ما تخسر فلوسك. قلت لا، انا خايف ربنا يحاسبني وانا مش عيب ذنوب تانية. تمام. فيا جدعان ليه انتوا بتعملوا معانا كده؟ لو انت مش عايز حاجه ما تطلبهاش يا عم، ما تتعبناش، حسبنا الله ونعم الوكيل. وهي تقول لي لا انا عندي محل سبح وهعوض لك في حاجه تانية. قلت لها سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، الارزاق على الله، مش عايزين منك حاجه. قلت له الحمد لله الكلب خف، لو حد عايزه يا جدعان يكلمني عشان مزنوقين شويه.